الدكتور محمد البرادعي، الرجل الذي أثار الجدل في الساحة السياسية المصرية، يعود اليوم إلى الظهور من خلال إعلانه بنقابة الصحفيين تأسيس حزب الدستور. هدفه هو جمع الشمل الشعب المصري، الشعب المصري الذي نرى أنه قد نحي جانبا في تلك المرحلة الانتقالية البائسة. الهدف الثاني أنه كان حان الوقت أن ننقل السلطة إلى جيل الشباب. وأوضح أن الحزب يهدف إلى العمل السياسي المنظم وإنقاذ أهداف الثورة التي انحرفت عن مسارها بتحقيق العيش، الحرية، الكرامة الإنسانية. لم نكن نتصور أن يكون الأمن في البلاد على هذا النحو الذي نراه. لم نكن نتصور أن الاقتصاد يتدهور بالمستوى الذي وصل إليه. أكمل الدكتور البرادعي أن الوضع مأساوي بسبب الانحدار الأمني والبرلمان المشكوك في شرعيته وانتخاب رئيس لا يعرف صلاحياته، بالإضافة إلى الجمعية التأسيسية غير المتفق عليها واستمرار المحاكمات العسكرية. كما حدد الدكتور محمد البرادعي والأعضاء المؤسسين وعلى رأسهم الروائي علاء الأسواني والإعلامية جميلة إسماعيل وحسام عيسى أستاذ القانون 18 من مايو المقبل موعدا للمؤتمر الشعبي الخاص بالحزب. وعلى الرغم من رؤية البعض تأخر تلك الخطوة، لكن الدكتور البرادعي عاد ليقول ما زال هناك الوقت للعمل السياسي المنظم. عايزين عادة ولا مدنية، عايزين عادة ولا مدنية، عايزين عادة ولا مدنية، عايزين عادة ولا مدنية. ولم يجد الحزب أي صعوبة في جمع 5000 مؤسس، فمنذ وصول الدكتور البرادعي مطار القاهرة قبل عامين كان في استقباله الآلاف من النشطاء السياسيين وعدد غير قليل من الشباب الذي وصفه حينها برجل المرحلة. وقبل انتخابات مجلس الشعب عام 2010 كان الدكتور محمد البرادعي داعيا للقوى المعارضة المصرية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية وحذر من نية تزويرها. وفي مارس 2011 وبعد ثورة 25 يناير أعلن الدكتور البرادعي نيته إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه عاد ليعلن في يناير 2012 عن انسحابه منها لما وصفه بالتخبط في الفترة الانتقالية وغياب أجواء الديمقراطية في مصر. في ضوء الظروف كلها دي ما ترشحش لأي منصب بما فيه منصب رئيس الجمهورية. لكن ترى هل يعود الدكتور البرادعي إلى المنافسة على الرئاسة بعد انتهاء فترة الرئيس القادم، أم يظل في صفوف المعارضة والعمل السياسي من خلال حزب الدستور؟ عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.